في كلام في الفيديو ده هقوله هيزعل ناس كتير. Hi guys, welcome to Bubble Box. If you understand me, continue the video. If not, هتكلم عربي. في الفيديو ده هقول لكم انا ليه بقدم محتوى باللغه الانجليزيه، وكمان هقول لك ازاي تتعلم انجليزي بطريقه صح. اول حاجه، تعلم اي لغه لازم يكون باللغه نفسها مش بلغه ثانيه، فلما تتعلم بالانجليزي ده بيساعدك تفكر وتنطق بالانجليزي من غير ما تعتمد على الترجمه. الترجمه من العربي للانجليزي او العكس بتاخد وقت ومجهود، والتعلم بيبقى بطيء. لا بطيء بجد. عشان كده انا بقدم المحتوى بتاعي بالانجليزي عشان اساعدكم تتعلموا اسرع واحسن. في 4 مهارات لازم تركز عليهم وانت بتتعلم اي لغه في الدنيا: الاستماع والتحدث والقرايه والكتابه. الاستماع كنت اتكلمت عنه قبل كده، قلت لك ان انت ممكن تتفرج على افلام اجنبي او حتى تسمع بودكاست. الحته بتاعت التحدث كنت اتكلمت عنها قبل كده، قلت انتم محتاجين حد يكون قريب منكم تتكلموا معاه بالانجليزي حتى لو كلام بسيط كل يوم. موضوع القرايه امره سهل، ممكن تقروا قصص صغيره او حتى تتابعوا اخبار بالانجليزي. بالنسبه بقى للكتابه، ممكن تكتب الحاجات اللي انت ناوي تعملها خلال يومك حتى لو كلمات وجمل بسيطه. خد بالك، من غير اخطاء انت مش هتتعلم خالص. كمان النطق الصح بيجي من التكرار وتقليد المتحدثين الاصليين، فحاولوا تسمعوا وتكرروا الجمل كتير، واستخدموا برامج زي إلسا عشان تصححوا النطق بتاعكم. ما تخلوش التحديات توقفكم عشان كلنا بنواجه صعوبات، بس بالتدريب هتلاقي نفسكم بتتحسنوا بطريقه مش طبيعيه وبسرعه جدا. وما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك احسن 100 كلمه في الانجليزي وتعالى خليك تتكلم انجليزي في اسبوعين. تخيل كده جيت على بيبي صغير وقلت له خد يا حبيبي ال 100 كلمه دول عشان تتكلم عربي زي بابا وماما. او جيت على واحد وقلت له انا في اسبوعين تمرين اخليك زي البيج رامي او البيج ياسمين. لو عايزين تتعلموا انجليزي تعلموه بالانجليزي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وفولو عشان تشوفوا محتوى مفيد يساعدكم توصلوا لاهدافكم. Thank you for watching.